السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بإخواتي وحبايبي، يا رب كده تكونوا بخير وبسعادة وبصحة يا رب، اللهم آمين. قبل بقى ما ندخل على الوصفة، هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة جميلة جدًا وبطريقة لذيذة وسهلة، تمام؟ القرنبيط بقى اللي ما بيحبوهوش يعمل الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم جدًا وهتحبوه، والقرنبيط هيبقى معاكم لآخر قطعة مقرمش معاكم جدًا. معايا بقى قرنبيطاية، القرنبيطاية لمّا تيجي تنقّيها خلّي الوردة يعني أو الزهرة بتاعة القرنبيط تبقى إيه، جنب بعضيها، ما تكونش الفراغ يعني إيه، ما تكونش بينها فراغ جامد، ما يكونش فيها عصيان جامد، تبقى إيه، قطعة واحدة يعني، وتجيبيها طبعًا صابحة وتجيبيها بيضة كده وحلوة زي قلوبكم كده. بس هاجيب القرنبيطاية هاقطّعها تقطيعات وسط، وهاغسلها معايا طبعًا إيه، كويس جدًا، جدًا، وطبعًا هاعقّمها بإيه، بخل، تمام؟ بعد طبعًا ما أعقّمها بخل هاشطفها شطفة كده حلوة تمام، وأحطها طبعًا في مصفى لحد ما أحضّر المَيّة بتاعة القرنبيط. في ناس بتسلق القرنبيط في مَيّة مغلية، يعني المَيّة تغلي الأول وتحط القرنبيط وعادي، وفي ناس زي عادي كده ما فيش أي مشاكل، بتحط القرنبيط في المَيّة عادي يكون لسه ما غليش يعني. القرنبيط غسلته، طبعًا القرنبيطاية دي ما شاء الله كبيرة، كبيرة يعني ما شاء الله مطلّعة كتير، فهاخد منه جزء للتفريز، وهاقول لكم تفريز القرنبيط بيكون إزاي. معايا طبعًا حلة حطيتها على النار، وهاضيف عليها معلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة كمون، تمام؟ وهاضيف بقى الإيه، القرنبيط بتاعي. أنا بقى عايزة أفرزن القرنبيط أعمل إيه، لمّا أفرزنه هادّي له غلوة واحدة بس على النار، واحدة بس، يعني يغلي معايا غلوة واحدة بس على النار، هاطلّعه وأصفّيه كويس جدًا، جدًا من المَيّة، ما يكونش فيه نقطة مَيّة، وهاعبّيه في أكياس أو في علب، بس ضروري ما يكونش فيه نقطة مَيّة. ولمّا آجي بقى أعمله، هاطلّعه من الفريزر هاسلقه تاني. عادي برضك بسكر بكمون وزي ما أنتِ عايزة وبملح، هتسلقيه أكنِّك إيه، لسه شارياه، هتدّي له برضك غلوة أو غلوتين على النار، تمام، وبكده هتضمني القرنبيط يبقى طازة وأكنِّك فعلًا حرفيًا أنتِ لسه عاملاه. جرّبي الطريقة دي في تفريز القرنبيط وإن شاء الله تدعي لي. هنا معايا بقى إيه، طبق فيه كوباية ونُص دقيق، والطبق التاني فيه كوباية ونُص دقيق، والتوابل عبارة عن إيه، معلقة كبيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة بهارات مشكّلة، معلقة صغيّرة شطة، ومعلقة كبيرة كركم، تمام؟ الخلطة دي بقى التوابل دي هاقلّبها على بعضيها وآخُد نُصّها في الطبق الأولاني ونُصّها في الطبق التاني، والطبقين بقى هاحُط في كل طبق معلقة كبيرة نشا، وفي طبق اللي فيه المعلقة دوّة هاضيف فيه معلقة كبيرة توم، مع التوم هاضيف الكزبرة والشبت، وهاضيف في الطبق دوّة معلقة ملح، والطبق التاني معلقة ملح، وطبعًا الملح كده، كده إيه، هتدوقيه وتضبّطيه. والطبق اللي أنا باقلّب فيه دوّة أنا حطيت معلقتين كبار بهارات بروست، أو ضيفي معلقتين كبار فيجيتار، بتدّي تطعيمة حلوة أوي، أوي للدقيق مع الفيجيتار أو البروست، خلطة البروست، تمام؟ والطبق بقى اللي هاحط فيه الخضرة، أنا حاطة فيه معلقة كبيرة توم مفروم، وهاحط طبعًا المَيّة حوالي المَيّة كده حطيت كوباية ونُص، أنا عايزة الخلطة دي تبقى سايلة معايا ما تبقاش تقيلة، وهاقول لكم ليه دلوقتي ليه الخلطة دي تبقى سايلة. الخلطة دي تبقى سايلة عشان لو الخلطة دي وسط أو تقيلة وأنتِ بتحطّي القرنبيط فيها وتيجي تحطّيه في الدقيق التاني هيبقى تقيل مع القرنبيطية تبقى ف مش هتلزق فيها الدقيق الcover يعني، مش هيلزق فيها، وهيبقى عبارة عن عجينة، وأنا مش عايزة كده، فأنا عايزة الخلطة دي تبقى خفيفة معايا زي ما أنتم شايفينها كده عاملة زي المَيّة، وطبعًا أحط القرنبيط في الخلطة السايلة على الخلطة إيه، الناشفة اللي هو الدقيق الإيه، اللي أنا مبهراه. طبعًا الملح ضبّطي بقى الملح بتاعِك هنا والملح بتاعِك هنا، ومعلقة الشطة الصغيرة دي مش هتبان خالص في الخلطة، وطبعًا قُلت معلقة كركم في الخليط برضك. بس كده معايا بقى زيت غزير أو زيت قليل زي ما يعجبِك يعني، يكون سُخن جدًا معايا، تمام، طريقة الدقيق دي هتخلّيكِ ياخد وقت في القلية. ده القرنبيط اللي هو إيه، اللي أنا هافرزنه معاكم، ده خَد غلوة واحدة بس، هاورّيكم إن إيه، أنا سِبته دقيقة واحدة بس إيه، على النار يعني خَد غلوة. بس كده هتصفّيه كويس جدًا، ما يكونش فيه أي مَيّة زي ما قُلت في البداية، وعبّيه في أكياس أو في أطبقة اللي هي الفِل، وحطّيه زي ما قُلت لِك وطلّعيه لمّا تطلّعيه طبعًا تطلّعيه على طول على مَيّة مغلية، أول ما تطلّعيه في الفريزر تيجي تستخدميه على مَيّة مغلية، تمام، واتعاملي بقى معاه عادي يعني ما فيش أي مشاكل. عايزة الخلطة السايلة تحطّي فيها بيض براحتك عادي، أنا مش حاطّة فيها بيض القرنبيط طالع زي الفل، وعلى فكرة أنا بقى لي كتير باعمل القرنبيط من غير بيض.
واللي حابب يضيف فيه بيض ما فيش أي مشاكل. البطاطس هنا حطيت رشة ملح ورشة كمون ورشة كزبرة بسيطة، والقرنبيط باوريكِ إن تحفة، وما تحطيش في القرنبيط baking powder. يالّا أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع ألف سلامة.